فيلمنا بيبدأ مع حادثة غريبة حصلت في مدينة من المدن، ومن شدة غرابتها الشرطة قررت تخبيها بسبب إنهم معرفوش يوصلوا للي حصل، لأن فجأة وبدون أي مقدمات أو أسباب اكتشفت مدرسة في مدرسة للأطفال اسمها جاستن كاندي إن الفصل بتاعها كله اختفى، ومفيش ولا طفل منهم موجود في الفصل أو في المدرسة أو حتى في المدينة ما عدا طفل واحد بس اسمه أليكس. لأن الليلة اللي قبلها عند الساعة 2:17 بالظبط 17 طفل صحيوا من النوم وخرجوا من غرفهم وفتحوا باب البيت وخرجوا منه وجريوا في الشارع مع بعض بدون كلام، وطريقهم كلهم كان واحد وكأنهم عارفين هم رايحين فين بالظبط. وبدأت الشرطة تحقق في اللي حصل ويدوروا بشكل مكثف وسريع عن الأطفال، لكنهم اختفوا تماما من المدينة كلها. حتى كاميرات المراقبة اللي عند البيوت والشوارع سجلت خروج الأطفال الساعة 2:17 من بيوتهم، لكن ما ظهرش في كل التسجيلات هم راحوا فين. وحاول المحققين يتكلموا مع أليكس ويعرفوا منه ليه زمايله عملوا كده، لكن أليكس ما كانش يعرف أي شيء. وبنبدأ نشوف القصة من ناحية جاستن، وبنعرف وقتها إن المدرسة عاملة نشاط ومؤتمر للمدرسين وأهالي الأطفال اللي اختفوا علشان يتكلموا عن الحادثة وعن حزنهم بسببها. وبيكون قاعد مستشارين نفسيين، وبيبان في الوقت ده على جاستن الحزن الشديد. وساعتها بيتكلم أرشر وده واحد من الحضور، وبيكون أبو الطفل ماثيو اللي اختفى مع باقي الأطفال. وبيهاجم جاستن وبيقول للكل إن اختفاء 17 طفل ما ينفعش يعبروا عنه بالحزن فقط ولا يمر ويتنسى زي أي حادثة عادية، وعايز يفهم ويسمع جاستن لأنه شاكك فيها علشان قصة إن ال17 طفل يكونوا كلهم من فصلها هي بالتحديد وكلهم يختفوا تماما مع بعض يعتبر شيء غريب جدا ومحتاجين تفسير منها. فبتضطر جاستن تقف وتتكلم، وبتكون ساعتها متوترة جدا، لكنها بتقول إن هي كمان عايزة تعرف إيه اللي حصل زيها زيهم بالظبط وحاسة بالحزن زيهم. لكن في اللحظة دي كل الموجودين في المكان بيهاجموها وبيتهموها بالكذب والتمثيل وإنها أكيد مرتبطة باللي حصل وتعرف مكان الأطفال. فبتخاف جاستن وبتتضايق وبتتوتر أكتر، وبتقرر إنها تمشي وتسيب المكان كله. وبعدها بتروح جاستن للسوبر ماركت علشان تشتري خمرة، وساعتها بتلاقي حد بيتصل بيها على موبايلها لكن رقمه واسمه مخفيين. فبترد عليه لكنها مش بتلاقي حد بيكلمها، وفجأة بتسمع صوت حد بيقول لها إنها لازم تاخد بالها. فبتخاف وبتبص حواليها وبتقفل المكالمة. بعدها بتركب عربيتها وبترجع للبيت، لكن بيبان عليها الخوف إن يكون في حد بيراقبها. وبعد شوية بتلاقي جرس الباب بيخبط، فبتحس بالقلق وبتبص من الشباك لكنها مش بتلاقي حد. وفجأة بتسمع أصوات خبط قوية على الباب فبتخاف جدا وبتزعق وبتسأل اللي بيخبط هو مين وعايز إيه، وبتجيب الصاعق الكهربائي بتاعها وبتفتح الباب لكنها مش بتلاقي أي حد. وبتلاحظ إن في حد كتب على عربيتها ساحرة، فبتتضايق جدا وقتها. وتاني يوم الصبح بتحاول جاستن تنظف العربية من اللي مكتوب عليها، وبعدها بتروح للمدرسة وبتقعد مع ماركوس مدير المدرسة وبيفهمها إن وضعها دلوقتي صعب جدا والآباء حاسين بالغضب ناحيتها ومحدش هيوافق إنها تكون مدرسة ابنه. فبتسأله جاستن عن أليكس، فبيعرفها ماركوس إنه حاليا كويس ولكنه أكيد حاسس بالصدمة، وبيقول لها إن ما ينفعش تحضن طلابها. فبتستغرب جاستن من كلامه وبتعرفه إن أليكس طفل وكان حزين وبيعيط وهي كانت بتحاول تواسيه. فبيسألها ماركوس عن الطالبة اللي وصلتها للبيت، فبترد عليه وبتقوله إنها طفلة صغيرة والأتوبيس مشى وسابها وما كانش ينفع تمشي وتسيبها في الشارع لوحدها. لكن ماركوس ساعتها بيعرفها إنه فاهم كلامها وعارف إنها مش بتشكل أي خطر على الأطفال، لكن وضعها صعب دلوقتي ومحدش من الآباء هيتقبل إنها تقرب من ابنه أو بنته، وبيطلب منها تبطل تتكلم مع أليكس. فبتعرفه جاستن إنها بتتكلم معاه علشان هما الاتنين بس اللي اتبقوا من الفصل وما اختفوش زي الباقيين. وبعدها بتخرج جاستن من المدرسة وبتركب عربيتها وبتنهار وقتها في العياط. وساعتها بتشوف أليكس وهو خارج من المدرسة وماشي لوحده وحزين، فبتقرر تروح للشرطة علشان تبلغ عن اللي حصل في العربية بتاعتها وعن المكالمات اللي بتجيلها كل يوم. وبالليل بتقابل جاستن الشرطي بول في الحانة، وبيبان إن علاقتهم قريبة من بعض وبينهم إعجاب. وساعتها بول بيشكر جاستن علشان كلمته لأنه عايز يكلمها ويقابلها، لكنه عارف إنها بتمر بوقت صعب. فبتعرفه جاستن إنها مش الشخص اللي هيستخبى في بيته ويخاف ويقعد يعيط بالرغم من إن أهالي المدينة كلها بيقولوا عليها إنها ساحرة. فبيطلب بول منها ما تسوقش عربيتها وهي سكرانة علشان لاحظ إنها بتشرب كتير، فبتتضايق منه وبتتعصب عليه، لكن بول بيقول لها ما تفكرش إن كل الناس شايفينها بنفس الصورة. وتاني يوم بنعرف إن بول راح مع جاستن بيتها وبتوصله بعدها لشغله وبتسأله عن قضية اختفاء الأطفال، فبيعرفها إنهم مش ساكتين وبيحققوا لسه، وهدوءهم مش معناه إنهم مش مهتمين بالموضوع. وبيطلب منها ما تفكرش كتير
وتسيب المحققين يشوفوا شغلهم. ولما بينزل بول من العربية بيبان على جاستن إنها متضايقة منه، وبعدها بنشوفها وهي ماشية ورا أتوبيس المدرسة وبتستنى أليكس ينزل من الأتوبيس علشان تخبط على باب بيته، لكن محدش بيفتح لها. فبتلاحظ إن باب الجنينة مفتوح وبتقرر إنها تبص فيها، وبتشوف شبابيك البيت حد مغطيهم بورق الجرايد، فبتقرب من الشباك وبتبص علشان تشوف في حد في البيت ولا لأ. وبتترعب وقتها لما بتلاقي أهل أليكس قاعدين وثابتين مكانهم زي الأصنام، فبتمشي بسرعة من المكان وبتروح للسوبر ماركت. وفجأة بتلاقي دون مرات بول بتهجم عليها وبتتخانق معاها وبتسألها عن علاقتها ببول وليه قابلته، فبتقول لها جاستن إن بول قال لها إنهم انفصلوا عن بعض من زمان، لكن دون بتتهمها إنها كدابة. وبالليل بتكون جاستن نايمة وبتحلم إنها داخلة الفصل بتاعها في المدرسة وكل الأطفال موجودين وحاطين راسهم على الديسك، وفجأة بيبص لها أليكس وبيبتسم وبيكون شكله مرعب جدا. فبتصحى ساعتها جاستن من النوم وهي مرعوبة وبتترعب أكتر وأكتر لما بتلاقي خيال واحدة ست مرعبة وبتبص عليها من السقف. وتاني يوم بتقرر جاستن إنها تستنى أليكس في الطريق وبتوقفه وتسلم عليه وبتسأله إذا كان بخير، فبيتضايق أليكس جدا وبيطلب منها إنها ما تمشيش وراه ولا تراقبه وبيجري ساعتها وبيسيبها. فبتستغرب جاستن من تصرفه وبتقرر إنها تروح تاني لبيت أهله وتخبط عليهم علشان تتكلم معاهم، لكن برضه محدش بيفتح لها. فبتفضل جاستن قاعدة طول اليوم في عربيتها قدام البيت لحد ما بتنام على نفسها. وفجأة وهي في الحالة دي بتخرج أم أليكس من البيت وهي في حالة غريبة جدا وبيكون معاها مقص، وبتدخل عربية جاستن بهدوء وبتقص خصلة من شعرها. وبنروح بقى نشوف القصة من ناحية أرشر والد الطفل اللي كان موجود في اجتماع المدرسين، وبيكون لسه صاحي من النوم وبيفضل يتفرج ويعيد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهي مصورة ابنه ماسيو وهو خارج من البيت وبيختفي زي باقي الأطفال. وبنعرف إن من يوم الحادث لحد دلوقتي هو بيحاول يعرف ابنه راح فين، خصوصا إنه شاكك في جاستن وبيهاجمها دايما. وبعدها بيروح أرشر لقسم الشرطة علشان يعرف إذا كان في أي جديد في القضية، فبيعرفوا رئيس القسم إنهم مش ساكتين وبيدوروا ورا كل خيط ممكن يوصلهم لأي دليل أو معلومة. فبيتعصب أرشر لأنه شايف إنهم سايبين جاستن براحتها وحرة طليقة. فبيرد عليه آدم وبيفكروا إن ال17 طفل خرجوا من بيوتهم مع بعض وفي نفس الوقت وفجأة اختفوا كلهم، وده ظاهر في تسجيلات كاميرات المراقبة كلها، يعني محدش أجبرهم ولا خطفهم، فمفيش أي دليل على جاستن إن ليها أي يد في الموضوع. وبالليل الساعة 2:17 دقيقة بالظبط بيحلم أرشر بابنه ماسيو خارج من البيت، فبيمشي وراه وبينده عليه وبيلاقيه رايح ناحية بيت أهل أليكس. وساعتها أرشر بيدخل البيت وراه لكنه بيلاقي البيت فاضي ومفيهوش حد، وبيفتح باب غرفة من الغرف وبيلاقي ماسيو نايم على السرير، فبيتكلم معاه وبيسأله هو راح فين وإزاي يوصله. لكن فجأة أرشر بيترعب لما بيلاقي مكان ماسيو ست شكلها غريب ومرعب جدا، وبنلاحظ إن دي نفس الست اللي شافتها جاستن برضه. وفي اللحظة دي بيصحى أرشر من النوم مرعوب جدا، وتاني يوم الصبح بيقرر يجيب خريطة المدينة علشان يرسم عليها ويحدد الطريق اللي مشى منه ال17 طفل. وبيروح لبيت أم بيلي اللي اختفت مع ال17 طفل وبيطلب منها إنها توريه تسجيلات كاميرات المراقبة لبيلي وهي بتخرج من البيت علشان عايز يشوف الطريق اللي مشيت منه، لكن أم بيلي بترفض. وبيفضل أرشر قاعد في عربيته ومستني أبو بيلي يرجع من الشغل ويتكلم معاه ويقدر يقنعه، وفعلا بيقدر يقنعه إنه يخليه يشوف كاميرات المراقبة. وبيحدد ساعتها أرشر الطريق اللي مشيت منه بيلي وبيحط عنده علامة لونها أحمر وبيحاول يعمل نفس الشيء مع باقي الأطفال اللي اختفوا. وبعدها وأرشر في الطريق بيشوف جاستن في البنزينة، فبيروح لها ويحاول يتكلم معاها لكنها بترفض تسمعه وبتطلب منه يسيبها في حالها ويبطل يهددها. وفجأة في نفس الوقت ده بتشوف جاستن ماركوس وهو بيمشي وبيجري بنفس الطريقة اللي الأطفال كانوا بيمشوا بيها، لكنه بيقرب منها وبيهجم عليها وبيكون وشه عليه دم وشكله مخيف جدا. فبيحاول أرشر إنه يساعد جاستن لكن ماركوس بيهجم عليه هو كمان وبيحاول يخنقه. وبنروح بعدها البول وبنشوف القصة من عنده، ووقتها بيكون راكب عربية الشرطة وماشي في الشارع وبيشوف شخص بيحاول يسرق بيت من البيوت، فبيلاحقه علشان يقبض عليه. وأول ما بيمسكه بيلاقيه شاب اسمه جيمس وبيعرفه جيمس إنه ما كانش بيسرق وإنه كان بيحاول يدخل بيته علشان نسى المفاتيح بتاعته جوه البيت. بس لما بيجي بول يفتش جيوب جيمس بيتعور بسبب حقنة المخدرات اللي معاه، وده بيخلي بول يتعصب جدا وبيضرب ساعتها جيمس وبيركب عربيته وبيستخدم شنطة الإسعافات علشان يطهر جرحه. وساعتها بيفتكر إن العربية فيها كاميرا وأكيد صورته وهو بيضرب جيمس، وده هيخليه يتحاكم بتهمة التعدي على مواطن بدون سبب، وساعتها هيفقد وظيفته. فبينزل بول من العربية وبيقرر يسيب جيمس مقابل إنه ما يقولش إنهم شافوا بعض ولا إنه ضربه. وفي نفس الوقت ده بيتفاجئ بول برسالة من جاستن، وبالليل بيروح الحانة اللي فيها جاستن علشان يقابلها زي ما اتفقوا.
وبيقضوا الليلة سوا، وبيبات بول مع جاستن في بيتها. وتاني يوم لما بيرجع بيته بيتصدم إن دون مراته رجعت من السفر بدري، وأول ما بتشوفه وبتشم ريحته بتعرف إنه سكران وإنه ما كانش في الشغل زي ما بيقول، وبتفهم إنه بيخونها وأكيد كان مع جاستن. ولما بيروح بول شغله بيلاحظ وهو رايح يركب العربية إن جيمس واقف قدام اسم الشرطة وبيراقبه، فبيتعصب جدا وبيركب عربيته وبيقفل الكاميرا. وبيلاحق جيمس وهو في قمة غضبه، وبعدها بنروح لجيمس وبنشوف القصة من عنده، واللي بيبقى وقتها قاعد بيتعاطى المخدرات. وبعدها بيمشي في الشارع وبيحاول يلاقي أي عربية مفتوحة علشان يسرقها، وفعلا بيلاقي عربية من العربيات مفتوحة وفيها شنطة وفيها أيباد وسماعات، فبيسرقهم وبيقرر إنه يبيعهم. لكن صاحب المحل بيرفض إنه ياخدهم منه علشان بيشك إنهم مسروقين. وبعدها بيقرر جيمس إنه يحاول يسرق أي بيت، وبيشوفه بول وقتها وبيلحقه. وبعد ما بول بيضرب جيمس وبيقرر يسيبه وما يقبضش عليه بشرط إنه ما يجيبش سيرة إنهم اتقابلوا. بس بنشوف جيمس بعدها في الشارع وبيلاقي بيت شكله الناس معاهم فلوس، وبنعرف إنه بيت أهل أليكس، فبيقرر يتسلل للبيت علشان يسرقه. ولما بيدخل البيت من الشباك بيلاحظ ساعتها إنه فاضي ومفهوش حد، وبيدخل لغرفة من الغرف وبياخد كيس المخدة علشان يحط فيه الحاجات اللي هيسرقها، وبيفضل يتجول في البيت علشان يلاقي أي حاجة ياخدها. وفجأة في اللحظة دي بيترعب جيمس لما بيلاقي أهل أليكس قاعدين على الكنبة زي الأصنام، فبيحاول يقرب منهم لكنهم بيكونوا ثابتين ومش بيتحركوا خالص. فبيتجاهلهم جيمس وبيكمل سرقة، لكنه فجأة بيسمع صوت جاي من الدور التاني وبيستغرب جدا وبيقلق، وبيرجع يسمع صوت تاني جاي من القبو. فالفضول ساعتها بياخده إن ينزل القبو ويشوف إيه اللي بيحصل، وبيتصدم فجأة لما بيلاقي في القبو الأطفال اللي اختفوا كلهم واقفين ثابتين زي الأصنام. وفي اللحظة دي فجأة كلهم بيبصوا عليه، وده بيخليه يترعب وبيخرج من القبو بسرعة وبيقفل الباب وراه، وبيلم الحاجات اللي سرقها علشان يمشي من البيت. لكنه فجأة بيلاقي أهل أليكس اتحركوا من مكانهم، وبيترعب أكتر وبيفتح باب البيت وبيخرج منه بسرعة. وبعدها بيروح لمحل علشان يبيع فيه المعالق والشوك والسكاكين الفضة اللي سرقها من البيت. ووقتها بيشوف صاحب المحل معلق خبر عن اختفاء 17 طفل من المدينة، وفي مكافأة مالية قدرها 50,000 دولار لأي شخص هيساعد الشرطة إنهم يلاقوهم. فبيخرج جيمس من المحل بسرعة بعد ما بياخد فلوسه، وبيتصل بالشرطة علشان يبلغ عن البيت اللي لقاه، وبيقول لهم إنه متأكد إنه شاف الأطفال في القابو بتاع البيت ده. وبعدها وجيمس ماشي في الغابة بيشوف ست شكلها مخيف وبتشاور له، فبيخاف جدا وبيستخبى جوه الخيمة بتاعته، وبتكون دي نفس الست اللي شافتها جاستن في الحلم هي وأرشر. ووقتها جيمس بيشوف خيال الست دي وهو بيقرب من الخيمة، فبيهجم عليها بالحقن اللي معاه. لكنه بيطلع بول وبيتعصب جدا إن جيمس حط الحقن في وشه، وبيمسكه وبيكون عاوز يموته. لكن جيمس ساعتها بيحاول يفهمه اللي حصل، وبيحكي له على اللي شافه، وبيعرفه إنه مستعد يوريه البيت علشان يدخله ويتأكد بنفسه من كل كلمة قالها. وبعدها لما بيوصلوا للبيت بيقرر بول إن يدخل البيت لوحده وبيسيب جيمس في العربية وبيقفل عليه علشان ما يهربش. وبيخبط بول على الباب وفي حد بيفتح له، وبعدها بيعدي وقت طويل جدا وبول بيكون لسه جوه البيت لدرجة إن الليل بيجي وهو لسه ما خرجش. ووقتها بيكون جيمس زهق من القعدة في العربية محبوس ومش فاهم ليه بول اتأخر كده. وفجأة في اللحظة دي باب البيت بيتفتح وبيخرج بول من البيت وبيروح للعربية، وبيسحب جيمس على الأرض وبيدخله البيت بكل قوة. وبعدها بنروح لماركوس مدير المدرسة وبنشوف القصة من عنده، وبيكون ماركوس في السوبر ماركت وبيكلم جاستن على الموبايل، وبتحكي له إنها كانت عند بيت أهل أليكس وشافتهم من الشباك وهم قاعدين زي التماثيل ومغطيين كل الشبابيك بجرايد، وحاسة إن في شيء غريب بيحصل معاهم. فبيطلب منها ماركوس إنها ما تتدخلش في حياة أليكس لأنه تعرض لصدمة وممكن يكون هو وأهله خايفين مش أكتر. ومع ذلك بيطمنها إنه هيتصل بأهل أليكس علشان يروحوا له المدرسة ويتكلم معاهم، فبتشكره جاستن وبتقفل. وتاني يوم في المدرسة بيتفاجئ ماركوس إن جلاديس خالة أليكس هي اللي جت بدل مامته وباباه، وبتبصلها سكرتيرته باستغراب شديد جدا بسبب شكلها. ووقتها ماركوس بيرحب بيها لكنه بيعرفها إنه محتاج يشوف أبو وأم أليكس، فبتقوله جلاديس إنهم مرضى الأيام دي ومش هيقدروا يخرجوا من البيت وعلشان كده هي جت وقاعدة معاهم. وبتبدأ جلاديس تتعصب لما بتلاحظ إن ماركوس مصمم إنه يشوفهم، وبتعرفه تاني إنهم مرضى ومش بيخرجوا من البيت. لكن ماركوس بيرد عليها بحزم وبيعرفها إنه مش حابب يدخل حماية الطفل في الموضوع، ولو في إمكانية إنه يروح لأهل أليكس لحد البيت هيكون شاكر جدا لمساعدتها. وتاني يوم بيتفاجئ ماركوس بجلاديس رايحاله لحد البيت، وبتقعد تحكي له هي تعبت قد إيه علشان توصله، وبتطلب منه يجيب لها كوباية مية علشان عطشانة. لكن ماركوس بيبان عليه إنه مش مرتاح لها، بس للأسف صاحبه تيري بيكون عنده في البيت وبيقرر يدخل جلاديس علشان ترتاح. وساعتها بيستغرب ماركوس أكتر لما جلاديس بتطلب منه طبق عميق فيه مية،
وفجأة بتطلع من شنطتها شريطة خاصة بماركوس سرقتها من مكتبه، وبتجرح إيديها بدون خوف أو تردد، وبتخلط دمها بالشريطة بتاعت ماركوس، وفجأة بتاخد من تيري خصلة من شعره، وبيحاول ماركوس وقتها إنه يتصل بالشرطة، لكنها فجأة بتطلع جرس من شنطتها، وبتقدر في اللحظة دي تتحكم في ماركوس، وبنفهم إنها سحرت له، وإنها ساحرة، وبيكون تيري ساعتها واقف مصدوم، وبتتحكم جلاديس في ماركوس وبتخليه يهجم على تيري، وبيطلع من بقه مادة سودا غريبة وبتخليه يخبط دماغه في دماغ تيري لحد ما يموته، وبتركب بعدها جلاديس عربيتها وتمشي وكأن مفيش حاجة حصلت، وبتخلي ماركوس يمشي في الشارع ويروح لجاستن ويهجم عليها وهي في البنزينة مع أرشر، وبيحاول وقتها أرشر إنه يساعد جاستن وبتهرب للسوبر ماركت علشان تستخبى فيه، لكن ماركوس بيدخل وراها وبيزقه أرشر بعيد عنها، لكن برضه ماركوس بيكون قادر يقوم ويجري وراها، فبتركب عربيتها وبتهرب بسرعة وهي في قمة خوفها، ولما بيحاول أرشر يلحق ماركوس للأسف بتخبطه عربية كانت معدية وبيموت بطريقة بشعة جدا، وبالليل بيقابل أرشر جاستن وبيطمن عليها فبتعرفه إنه محصلهاش حاجة وعندها شوية خدوش بسيطة، ووقتها بيقول لها أرشر إن الطريقة اللي كان ماركوس بيجري بيها هي نفس الطريقة اللي كانوا الأطفال بيجروا بيها وهما خارجين من بيوتهم، وبيقعد معاها وبيوريها الخريطة اللي حدد عليها مكان خروج كل طفل من بيته والاتجاه اللي مشوا ناحيته، وفي الوقت ده بتتصدم جاستن جدا لأن كل الأطفال اتجهوا ناحية بيت أليكس، وبعدها بنروح لأليكس وبنشوف القصة من ناحيته، وبيكون وقتها قاعد في الفصل مع باقي زمايله وجاستن قاعدة بتشرح لهم الدرس، وبيبان على أليكس إنه منطوي في حاله لدرجة إنه ملوش أصحاب وزمايله بيتنمروا عليه دايما، ولما بيجي باباه ياخده من المدرسة بيعرفوا وهما في العربية إن خالته جلاديس هتيجي تقعد معاهم علشان مريضة ومش هينفع تقعد لوحدها، فبيتضايق أليكس إنها جاية، لكن باباه بيعرفه إن العيلة مهمة ولازم يساندوا بعض، وفي البيت بيلاقي أليكس مامته عايزاه يرتب الغرفة بتاعته قبل ما خالته توصل، فبيسألها بقلق إذا كانت خالته هتستخدم غرفته، لكن مامته بتعرفه إن غرفته لازم تكون نضيفة دايما ومترتبة، وبالليل بيبص أليكس من الشباك وبيكتشف إن خالته خلاص وصلت، وبيحس ساعتها بالتوتر والقلق، وتاني يوم بيسمع أليكس باباه ومامته وهما بيتكلموا سوا، وبيقول باباه ساعتها إنه مش مرتاح لوجود جلاديس لأن بقالها 15 سنة بعيد ومحدش يعرف عنها أي حاجة، لكن أم أليكس بترفض إنها تتخلى عنها بعد ما طلبت منها إنها تقف جنبها، وساعتها بنشوف أليكس وبتسأله إذا كان محتاج أي شيء فبيعرفها إنه جعان، ووقتها مامته بتطلب منه يطلع يغسل أسنانه بهدوء وينزل يفطر ويخلي باله علشان خالته نايمة وما يعملش أي إزعاج، وبعد ما بيغسل أليكس أسنانه بيحس بالفضول وبيكون عايز يدخل الغرفة اللي خالته نايمة فيها، وبيفتح الباب بهدوء وبيلاحظ إنها قلع الباروكة بتاعتها، ولما بيبص عليها وهي نايمة بيترعب جدا علشان شافها مفتحة عينيها وبيقفل الباب بسرعة وبيجري، وبعدها بيكون أليكس مع باباه في العربية فبيسأله هي خالته هتمشي من عندهم إمتى، وباباه بيقوله إنها أكيد مش هتقعد معاهم أكتر من شهر، وفي المدرسة بيقضي أليكس يومه لوحده وفي هدوء زي كل يوم، ولما بيجي موعد الانصراف بيلاحظ إن باباه مجاش ياخده واتأخر عليه فبيضطر يمشي على رجليه ويروح للبيت لوحده، ولما بيرجع البيت بيلاحظ باباه ومامته قاعدين على السفرة وثابتين ومحدش فيهم بيتحرك، فبيسأل باباه إذا كانوا كويسين وبخير فبيرد عليه باباه كأنه إنسان آلي، وفجأة بتيجي جلاديس وبترحب بيه وبتتكلم وبتقوله إنها بقالها سنين ما شافتهوش، لكن أليكس مش بيرد عليها وبيسألها إيه اللي حصل لباباه ومامته فبتعرفه إنهم بخير وبتطلب منه يبطل يكون مزعج وزنان ويسيب باباه ومامته يرتاحوا، فبيمسك أليكس كوباية المية وبيرميها على باباه علشان يفوقه لكنه بيفضل على نفس حالته، فبتزعقله جلاديس وبتطلب منه يطلع أوضته وبتعرفه إنها مش هتخليه يتعشى علشان متعاقب، وبيفضل أليكس صاحي طول الليل مش عارف ينام، وتاني يوم الصبح بيلاقي باباه ومامته لسه على نفس حالتهم وخالته جلاديس قاعدة معاهم على السفرة، فبتطلب منه إنه يقعد معاهم وبتحذره إنه يحكي أي شيء بيحصل في البيت لأي حد، وبتوريه إزاي تقدر تتحكم في باباه ومامته وبتخليهم ساعتها يمسكوا الشوكة وبيجرحوا بيها وشهم، فبيتصدم أليكس من اللي بيحصل وبيطلب من خالته توقف اللي بتعمله، لكنها بتعرفه إن ده شيء بسيط جدا وإنها تقدر تخلي باباه ومامته يأذوه أو ياكلوا لحم بعض كمان، وعلشان كده عايزاه يسمع كلامها وما يحكيش عنها أي شيء لأي حد، وبعدها بيروح أليكس للمدرسة وبيفضل ساكت وسرحان ومش بيتكلم مع أي حد، وفي يوم بيرن جرس البيت ولما بيروح لخالته بتعرفه إنها مش عايزة تتكلم وبتطلب منه يأكل باباه ومامته الشوربة المعلبة، فبيسمع أليكس كلامها وبيفتح الشوربة لباباه ومامته وبيأكلهم، وبتعدي أيام على أليكس وهو بنفس النمط وبيروح للسوبر ماركت علشان يشتري الشوربة المعلبة لباباه ومامته، وفي يوم بالليل بيكون أليكس مش عارف ينام وبيلاقي خالته ساعتها بتعمل طقوس سحرية غريبة فبيقرب منها وبيسألها بتعمل إيه
وساعتها بتقوله إنها مريضة بمرض صعب جدا ومحدش هيقدر يشفيها غيره. فبيستغرب أليكس من كلامها وبيسألها إزاي يقدر يساعدها، فبتقوله إنها عايزة من كل زميل ليه في الفصل شيء يخصه، ووقتها هي هتخفف باباه ومامته وهيرجعوا لطبيعتهم، وبتوعده إنها بعدها هترجع لبيتها وهتسيبهم. وبيصدقها أليكس. وتاني يوم في المدرسة بيركز مع زمايله علشان ياخد من كل واحد فيهم أي شيء يخصه، وبيقرر إنه ياخد أسامي زمايله اللي ملزوقة على صناديقهم. لكن في نفس اللحظة دي بتدخل عليه جاستن وبتسأله ليه مش بيلعب مع زمايله، فبيكذب عليها وبيقول لها إنه نسى حاجة وجاي يجيبها. وساعتها جاستن بتكون عايزة تعرف منه إذا كان متضايق من حاجة، لأنه الأيام دي أهدى من أي وقت قبل كده، وبتطمنه إنه يقدر يتكلم معاها في أي وقت. لكن أليكس بيطلب منها إنها تسيبه يمشي. وأول ما بيرجع للبيت بيحط الورق اللي فيه أسامي زمايله عند غرفة جلاديس. وبالليل الساعة 2:15 دقيقة بالظبط بيصحى أليكس من النوم وبيلاقي جلاديس قاعدة تعمل طقوس سحرية بالورق اللي فيه أسامي زمايله. وأول ما بتيجي الساعة 2:17 دقيقة بتمسك جلاديس الجرس بتاعها، وفي نفس اللحظة دي بيخرج كل الأطفال اللي في فصل أليكس من بيوتهم وبيجروا بنفس الطريقة وفي نفس الاتجاه، وبيكونوا تحت تأثير جلاديس ومحدش فيهم في وعيه. وبيتصدم أليكس وقتها لما بيشوف كل زمايله جايين ناحية بيته وبيدخلوه وبيقعدوا في القبو، وبتبصله ساعتها جلاديس نظرة تهديد وبتخوفه. وتاني يوم بيروح أليكس للمدرسة وبيدخل فصله، وبتتفاجئ جاستن في الوقت ده إن الفصل فاضي ومفهوش غير أليكس. وبينتشر في المدينة خبر اختفاء الأطفال، وبتحقق الشرطة مع جاستن وأليكس وأي شخص ليه علاقة بالأطفال. ووقت التحقيق مع أليكس بتقول جلاديس للمحققين إن أختها وزوج أختها تعبانين جدا وطلبوا منها تيجي البيت وترعى أليكس. وطبعا أليكس بيأكد على كلامها، وفي البيت بتتكلم جلاديس مع أليكس وبتعرفه إن الشرطة والمحققين أكيد هيجوا يفتشوا البيت وعايزاه يساعدها في تنظيفه علشان كل شيء يبان طبيعي، ولازم يسمع كلامها وينفذه من غير ما يتكلم نهائي. وبعدها بنشوف أليكس وهو بينظف البيت وبيسمع كلامها، وبتخرج جلاديس الأطفال كلهم من القاب والمكان تاني بره البيت. وتاني يوم بيوصل المحققين لبيت أليكس وبتستقبلهم جلاديس وبيفضل أليكس ساكت ومش بيتكلم. وبتعدي الأيام وكل شيء على نفس الحال لحد ما في يوم وهو راجع للبيت بيلاقي عربية شرطة واقفة بره. ولما بيدخل للبيت بيلاقي بول وجيمس وبيكونوا بنفس الحالة اللي باباه ومامته عليها. وفجأة بتيجي جلاديس وبتطلب منه يلم حاجته علشان هيمشوا بكرة ويسيبوا المدينة. وبعدها لما بيجي يبص من الشباك بيلاقي عربية واقفة قدام بيته وفيها جاستن وأرشر. وفي نفس الوقت ده جاستن بتشوف بول وهو خارج من بيت أليكس وبيرجع يدخلوا تاني، فبتستغرب جدا هي وأرشر وبيقرروا هما الاتنين إنهم يدخلوا البيت أليكس. وساعتها بيشوفوا بول وفجأة بتترعب جاستن وبتصرخ لما بتلاقيه بيجري ناحيتها، فبتحاول إنها تهرب منه وتضربه بأي حاجة. وبيهجم جيمس هو كمان على أرشر وبيدخلوا في صراع عنيف سوا. وبيلاحظ أرشر إنه مهما بيضرب جيمس مش بيتأذى ولا بيحصل له أي حاجة. وبتلاحظ جاستن هي كمان نفس الشيء مع بول، لكنها بتقدر تاخد مسدسه وبتقتله بيه. وبتروح لجيمس وبتقتله هو كمان علشان تنقذ أرشر. وفي الأثناء دي بيكون أليكس سامع صوت جاستن وأرشر، وفجأة بيلاقي باباه ومامته بيجروا ناحيته وعايزين يهجموا عليه، فبيدخل أوضته بسرعة وبيقفل الباب، لكنهم بيكسروا الباب عليه وبيكونوا في حالة غريبة جدا ومرعبة. وبيحاول أليكس إنه يستخبى منهم بكل الطرق. وفي نفس الوقت ده بينزل أرشر للقبو وبيشوف الأطفال كلهم، فبيدور على ماسيو ابنه وسطهم. لكن فجأة جلاد بتهجم عليه وبتاخد السلسلة اللي هو لابسها. ووقتها بيكون أليكس مستخبي في الحمام وبيلاقي الحاجات اللي كانت جلاديس بتستخدمها في السحر، فبيقرر يعمل زي ما كانت بتعمل بالظبط وبيخرج صباعه وبيستخدم دمه وبيجيب خصلة من شعر جلاديس وبيعمل زي ما كانت بتعمل في كل حاجة. وقتها أرشر بيكون تحت سيطرة جلاديس وبتخليه يهجم على جاستن علشان يقتلها. وفجأة بيقدر أليكس إنه يقلب السحر على جلاديس وبتلاقي 17 طفل بيهجموا عليها علشان يموتوها، لكنها بتحاول تهرب منهم وبتدخل بيوت كذا حد من أهالي المدينة. والكل بيتصدم من اللي بيحصل لما بيشوف الأطفال بيجروا وراها، لكن بتقدر وقتها واحدة من الأطفال إنها تمسك جلاديس وبيهجم باقي الأطفال عليها وبتموت في اللحظة دي موتة بشعة جدا. وساعتها سحر جلاديس بينتهي وبيرجع أرشر لحالته الطبيعية، لكن بنكتشف إن هو بس اللي رجع طبيعي علشان سحر جلاديس ما قعدش عليه فترة طويلة، عكس ال17 طفل اللي بيكونوا لسه زي الأصنام ومش بيتحركوا ولا بيتكلموا. وبيجري أرشر على ابنه ماسيو وبيحضنه، حتى أهل أليكس بيكونوا زي الأصنام برضه، وساعتها بيحضنهم أليكس بحب وحزن شديد جدا. وبتشوفهم جاستن وبتكون واقفة متأثرة جدا. وبعدها بنعرف إن أليكس ساب المدينة وراح يعيش مع خالته التانية الطيبة علشان أهله دخلوا مصحة نفسية على أمل إنهم يتعالجوا. وبعد سنة من الفترة دي بدأ بعض الأطفال من ال17 يتكلموا ويتحركوا وعقولهم بدأت تتحرر، ولكن البعض الآخر فضل زي ما هم على أمل إنهم يتحركوا زي أصحابهم في يوم من الأيام.
وبس كده لحد هنا بيخلص الفيلم، وما تنساش تعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.